اليوم مجهز لنا ابو عبد الله العيش البسمتي واللحم، وعندنا البذيان والطماط، وعندنا البصل، وعندنا جدر المقلوبه اللي كنا على طول نشتغل فيه، جدر فزعه، بس المتابعين طلبوا 3 احجام، الحجم الكبير واللي اصغر واللي اصغر. راح نفك الحين ونسوي الطريقه الحلوه قدامكم. على ما يفوح اللحم الحين محتاجين نفوحه ونقصص البذيان ونشتغل ان شاء الله. خلوا المكان شويه كذي عشان لما ينقلي ما يذوب عليكم. الان الطبق اليوم اللي هو المقلوبه، مقلوبه طريقه جميله وحلوه، مو مشخول، لا العيش على اللحم وعلى الطماط وعلى البصل وعلى الباذنجان. يا سلام. الباذنجان هالمره صغار، لو حبه كبيره ازين. كل ما كبرت الباذنجان اكبر ازين، يعني ازين حق المقلوبه ازين. حلو. الطماط قصونه متان كذي، لانه بيكون بالقاع عكس اللي تشوفونها المقلوبه انه يحطون البصل اول شيء، لا راح نصف الطماط يبغى باش تخلونه حبته متينه كذي او سميكه، كثر ما تقدرون فرشوا تحت. قصون البطاط ايضا تخلونه كذي سماكه زينه. هذا كله نبي نقليه الحين. جهزون شغلكم افضل شيء. شغلنا جهز الطماط والزهره والبطاط والباذنجان. الحين نجيب فصوص الثوم والبصل عندنا الحين بنحمسه، وهذا بنقليه، وهذا اللحم بنفوحه. الحين شوفوا الطريقه. بسم الله. بس نشغل النار. يلا ما يخالف. انزل على ماء بارد دائما اللحم عشان ما يقف اللحم. شنو يقف؟ يعرض عليكم، يعني من تحت الالياف اللي داخل تمسك. فخلوا ماء بارد افضل يبغى، وتشغلون على النار. شيلون زفرة اللحم بعدين تحطون بهاراتكم العدله. هذه زفرة اللحم تشيلونها لازم يبغى عشان ما تصير المقلوبه زنخه. كثر ما تقدر تشيل. هذه شولة فزعه، شوفوا هذه شولة فزعه. هذا ابو عبد الله صار له 4 سنين منصوري ما شاء الله. ابو عبد الله يستخدمها والمطر عليها كاهي حلالها 104 سنين. اي والله، او يمكن اقل شوي، وانا اجلد اجلد تراه بالموقع هذا، يعني برا ما احنا 4 سنين والله. شوف شمس مطر، شوفوا ما شاء الله. خلوها عاليه عشان تطلع عليكم الزفر. شوفوا الدم كله هذا يطلع، لا تخلونه. في ناس يحبون ريحته، مو حلو في الاكل. اذا تحمس غير، اذا حمست الحمى شلت الزفر، بس احنا ما نبي نحمس، احنا نبي نفوحها فوق عادي، فاحنا كبوس. شوفوا والله الزفر ناها تمام. ما نزل البهار والبصل الا لما نتاكد انه شغل مضبوط. لما يفوح اللحم عندكم المواد هذه تقلونها، البطاط والباذنجان، خلوا لونه حلو كذي، هذا يعطي لون جميل. بالمقلوبه لون جميل جدا. ترى حلوه حق يوم الجمعه تطبخونها هني وتراونا تطبيقاتكم بالاحسن ما يكون. هذه اضافه من عندي، اضافه من ابو عبد الله. هذا هاللون ارفع، اعطاك هاللون الجميل هذا. البطاط الاشقر ارفع على طول خلاص. وهذا الباذنجان جهز ويا الزهر. بقى علينا الحين البصل بس، ونحمس العيش مع البهارات والسمن وعيش حياتك. شوف يا اخوان، هذا الزهره تقلونها كذي تتحومر، والبصل المفروض شرايح بس هو ما يدري، الطباخ قص جوانح، مقلي دواء. والحمص احنا نقول نخي، وفي ناس يقولون بليله. بطاط مقله، باذنجان، وعندنا الثوم. عندما تطفي النار تنزلونه بس ياخذ له لون وترفعونه شوي. عشت والله يا ابو سليمان. شوف يبا، عشت يا المبدع. المكونات عندنا النخي، وعندنا الكزبر والدارسين اللي هو القرفه، والكزبر والفلفل الاسود والكمون. كزبر وفلفل اسود وكمون. عندنا هيل، عندنا سمن ضروري، باذنجان، ثوم مقلي يعني محمص، طماط العداله، بطاط مقلي، بصل وزهره تقلونها بهالطريقه. عندنا العيش مغسول ومنقع، عيش البسمتي. عندنا اللحم مفيوق. يا سلام. اللحم
مستوي. لازم كذي المقلوبه، مو لحم عرد. وماي اللحم عندنا. حلو. يلا بسم الله. تجيبون السمن. انا اقول لكم ليش. هذا سمن بقر بس من الثلاجه بارد. تسيحونه فرق. تصير عازل بين القدر. نعم. وبين المقلوبه. تاخذ شوي من الرز تضيفه تحت وتصفون الطماط. وبعدين تصفوا الطماط. يعني اللي عنده مزرعه الحين، اللي عنده شاليه، اللي عنده استراحه، يوسع صدره مع شوله فزعه وجدر المقلوبه. هذا وقته. وفي لكم عرض بعد شوي عقب ما تخلص المقلوبه. عرض على ثرن الكواشيت. العرض تشتري 2 وتاخذ الثالث مجانا لليوم وباكر في المعرض. لا تنسون. فقط بالمعرض. بس بالمعرض. لا يفوتكم يا جماعه. صفة فنان ذي. الله يرحم والديك. الحين نصف اللحم المستوي بالقاع. يصفوا فوق الطماط. ايوه. انا ما ابي استخدم اي شيء اخدش الجدر. حرام استخدمت. والله انا اشوفه قوي يا ابو سليمان. يعني الواحد عشان يحافظ على الاواني يحاول بقدر الامكان انه يبتعد عن الملاليس الحاده. لكن طريقتك جديده. بعد ما حطينا اللحم صفت البطاط بالشكل هذا. حلو. حتى لو زاد تحتفظون فيه حق الاولاد يحبونه ما يخالف. بس كل ما صار شغلك منظم افضل. والله صار كأنه ساعة ما شاء الله. ناقصة عقارب. نصف الباذنجان المقلي، واذا كان باذنجان كبار وايد احسن، بس يعني الموجود الحين يتوفر. وتحط معه الثوم ولا؟ اي كل شيء بالصف. اول شيء رشينا رز، تحت عيش، بعدين طماط مفلح، بعدين اللحم المفيوح، بعدين مفلح ومفيوح. شو السالفة؟ حكي مال اول. ما احب اقول مسلوق. مفيوح فوح. ومفلح. طيب مفلح فلوح. بصل حالاته مدور بس يعني اليوم هذا مقطع شرايح. شرايح وتضيفه فوقه. طيب والزهرة الحين تدور عليها. والنخي. مو النخي. اصبر. هذا الحين يا زين الثوم. وكل ما كثر الثوم حلو ترى. حلو. عندكم الزهرة يا جماعة. اهلا متابعينا وحياكم الله. هذه حبة العيش. ما شاء الله. طبعا اذا بتسوونها سووها على لحم الغنم. نصيحة. ليش؟ القويصرة الحاشي فيها شحم فيطلع لكم دهن وايد. لازم تشيل الشحم. لازم تشيلون الشحم. بس احنا عشان راويكم جدرنا ولا العيش. شوفوا اذا حطيتوا الماي كلش على يسفسف على وجه العيش فيه هبابه مثل ما قلنا يطلع الحبه كذي تطلع ولا يعجن عليك. يا سلام. والله يا بسم الله. وهذه مقلوبة ابو سليمان. ما شاء الله تبارك الله. شفتوا العيش الحمايه اللي الرز الحمايه. شوفوا ايش صار ما مسك. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. وهذه مقلوبة القصار. تبي تقلل الماي يصير لك نثري، تبي تزيد الماي يصير شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الجدر اللي موجود الحين فزعه في المعرض. حياكم المعرض. يلا انا بروح الحين ببدل. هايبه سؤال ابو سليمان. قول. القدر هذا ما يصلح الا للمقلوب. لا مكبوس اللحم، مكبوس الدياي، حق الكبسات، حق مرق اللحم، مرق الدياي، مرق الباميه، حق مرق الباميه يطير العقل. يا سلام. نعم بس تستخدمون شنو؟ الخشب، مو هذا ما نخربه. شوفوا شلون ما التصق بشيء.